اصلا انا قمت اخاف من ورا ذول الولدين، اصلا ماكو ثقه بيناتهم. مستحيل اطلع اتمشى وحدي لان حتعرض مو التحرش، حتى الرجال الكبير اللي بقد ابوي حيتحرش بيه. تتعرضين للتحرش؟ طبعا قلت اصلا ما اطلع من ورا التحرش لانه صدق تعبنا. البنيه حتى لو تلبس بونيه هم ينظرون لها ويتحرشون بها ويشوفون تفاصيل كل جسمها، ان كانت ضعيفه، ان كانت سمينه، ان كانت اي شيء. زيادة حالات التحرش بالأماكن العامة دفع كادر البرنامج إلى البحث والتقصي بكاميرات خاصة حتى نرصد هذه الحالات اللي الكثير من البنات يعانون منها ويعتبروها أكبر تعدي وتقييد لحرياتهم. بدينا بالكليات والشوارع المؤدية للجامعات الحكومية وحتى الأهلية منها، وبصراحة ما استهدينا من هذه الحالات سوى النظرات وبعض الكلمات. لكن معاناة الفتيات كانت واضحة من خلال كلامهم. ومو بس بالكلام، بجوز تحرش بالايدين وهيك شيء يعني ابد، واللبس همينه ايضا ما نقدر ناخذ راحتنا به. زين، مع العلم صار هذا الشيء اعتيادي بالشارع، نشوف هواي بنات ماخذين راحتهم باللبس وماخذين راحتهم انه اكو بنات هواي راكبين سيارات ويسوقون، بس بالرغم من هذا اللي يعني التطور دا يصير بالعراق، بس اكو شغلات همينه يعني قيود بالشارع دا تصير لنا. حللين السبب. احلل السبب لان احنا مجتمع منغلق، هاي اول شيء. ويعني الشاب العراقي مو مثل اي شاب. يعني ليش تتحرشوا بالبنات؟ حلوات. شعب محروم، شعب محروم. هذا عذر انه البنيه لين حلوه يتحرشون بها؟ عادي. شلون عادي؟ لا هم عادي، الشعب قام عادي، الشغله صارت عندنا انه هو يتحرش. صبرنا على البحث اكثر وكنا متأكدين راح نوثق حالة من حالات التحرش، فانتقلنا إلى حديقة الزوراء، لكن الحديقة كانت شبه فارغة بسبب البرد القارس. تابعنا هذه العائلة وتوقعنا يصير شيء، وفعلا دخل المتحرش بالمصيدة. بلا زحمه عليك يا ولد. بس لحظه، بس ما بدي احكي وياك ثواني. اخويا شو تريد؟ بس ثواني ما عندي شيء يعني. بس اخويا بالبدايه سد الكاميرات. اي ماشي اخويا سد الكاميرات واحكي وياي شخصيا. اعطيني مجال. لا اخويا احكي وياي شخصيا. هو سؤال هسه. اخويا سد الكاميرات. انت شاب وعندك جرأة انه تتحدث. ما عندي شيء، بس بلا سؤال. زحمه عليك. بس سؤال. لا هي لابسه هيك، شو تريد نسوي؟ اسعوف اللابسه اخويا. بس سؤال، انا ما راح اقول لك انت ليش تتحرش. نعم. ما راح اقول لك، بس مجرد بالبدايه سد الكاميرات. هاي من ورا انت ما تطلع، من ورا ما تطلع. بس قول لي انت دائما يعني انه تلحق بنيه وتريد الصادق؟ اخويا اذا اشوفها هيك لابسه شو تريد نسوي؟ يعني هل هو اللبس هو اللي يعني يخليك انه تلحق بنيه او يعني تريد تدب لها رقم او تصادق؟ اخويا اذا هي لبسها بي عيب، انا شو اسوي؟ ما يعني الناس يقول لك هذا ما بي عيب. انا حشاب ودام فتح على امور هوايه، واذا اشوفها هيك لابسه شو اسوي؟ لم نكتفي بهذه الحالة، فانتقلنا إلى إحدى المولات وزرعنا كاميراتنا بالأماكن اللي توقعنا يكون بها تحرش. تابعنا فتيات وشباب حتى نرصد ونوثق اللي يصير. البعض كان يكتفي بالنظر فقط، أما الآخر فما قدر يمسك اندفاعه. ورغم وجود الأمن بهذا المول والتزام الكثير من الشباب بعدم التصرف الغير لائق، لكن هذا الشخص ما صبر. تابعنا هذه البنت ولدقائق بسيطة ظهر المقصود.
لكن بعد عدة دقائق لقيناهم يسولفون سوا، ويمكن بدأت تقتنع بالتعارف اللي بدايته كانت تحرش. وما بين تعدد أسباب التحرش وبين إيجاد الحلول المناسبة لإنهاء هذه الحالة، تبقى مناشدات الفتيات بتفعيل العقوبات الصارمة اللي تحد من هذه الظاهرة وتحمي البنات وتجعل الشارع العراقي في حرية تامة للمرأة ضمن الأخلاقيات اللي يتقبلها المجتمع.